السلام عليكم ورحمة الله. أوحش حاجة في الدنيا لما حد قريب منك وبتحبيه قوي ويغدر بيكي، صديقة العمر، وتغدر بيكي غدر وحش قوي، بيأثر في الإنسان أكتر من لو ملهاش أي قيمة عندك. في واحدة غدرت بصاحبتها، صاحبة العمر، غدر وحش، مش خيانة علشان دماغكم ما تروحش هنا ولا هنا، لا، ده كانت صاحبتها دي اترقت في الشغل، وصاحبتها دي كانت أصغر منها سنا وخدمة. سنا كانت حاجات بسيطة يعني، بس كان في فرق بس الرئيس بتاعهم هو اللي اختارها. يعني هي ليس لها لا حول ولا قوة، ولكن التانية غارت منها، راحت عملت فتنة بينها وبين الرئيس، والرئيس راح محولها التحقيق. وللأسف قاعدة الهانم قاعدة منتظرة إنها تشوف صاحبتها وعشرة عمرها اتحقق معاها، وفعلا اتحقق معاها، مستنية بقى إنها تاخد جزء، بس هي فعلا ما عملتش حاجة، فبالتالي ما خدتش جزء. تخيلوا، صاحبتها دي من شدة زعلها منها تعبت جدا، وراحت لكذا دكتور لحد ما آخر دكتور عمل لها إشاعة مقطعية على المخ، وقال لها عندك عدة جلطات. قالت له ايه عدة؟ قال لها طالما أكتر من 2 يبقى عدة. قالت له يعني يبقى قد ايه؟ الراجل الغريب خاف عليها، قال لها يفرق معاك ايه يا حاجة؟ إن كانوا 2 ولا 3 ولا 10 يفرق معاك ايه؟ المهم إن ربنا كرمك وطلعوا صغيرين، عشان كده انت لسه واقفة على رجلك دلوقتي. سبحان الله. ليه الناس بتعمل في بعض كده؟ ليه؟ ما هو الإنسان لما بيحب قوي بينجرح قوي، وعشان كده هي تعبت وعيت جامد. بقولك أكتر من 2 يبقى عدة جلطات، بس ربنا بيقدر وبيلطف. الحمد لله. ربنا يهدي النفوس يا رب، ربنا يهدي النفوس. ومفيش حاجة دايمة، مفيش حاجة دايمة. الشغل خلص والاتنين طلعوا معاش ومش باقي غير ايه؟ الكلمة السيئة. الكلمة السيئة هي اللي عايشة. حتى لو الإنسان سامح، أيوة بتسامحي، بس مش بتنسي. والله لا الحلوة بتتنسي ولا الوحشة بتتنسي، بس مش عارفة بقى هو ربنا هيعاقبنا على عدم النسيان ده ولا ايه؟ رغم ان الانسان سامح، خلاص الله يسامحها وخلاص نسامحها. يا رب يكون ربنا مش بيحاسبنا على النسيان ده، لان من وقت للتاني لازم الانسان يفتكر الاسية والكلمة الوحشة والمقالب اللي بتحصل في الناس. يلا ربنا يهدي، يا رب يهدينا جميعا يا رب، اللهم امين، واحسن ختامنا وختام المسلمين، امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.